السلام عليكم، أنا أيمن محمد المدير التنفيذي لشركة جولدن بيلرز. النهارده بقى في الفيديو حابب احكي لك يعني فكرة المشروع واحنا هننزل بايه في العاصمة الإدارية الجديدة. لان احنا في جولدن بيلرز كان يعني مهتمين جدا ان احنا ما ننزلش بمشروع وخلاص. الفكرة مش ان احنا عايزين ننزل في العاصمة ناخد اي ارض ونعمل مشروع ونبيع، لا. الفكرة ان احنا عايزين نقدم منتج فعلا مميز، منتج السوق محتاجه، منتج نادر، منتج مطلوب. يعني دي كانت اساسيات، لان احنا لينا رؤية ان احنا في اي عقار بننفذه او اي عقار بنطرحه في السوق لازم تبقى حاجه فعلا مميزه وحاجه السوق محتاج لها، يقدر العميل اللي هيشتغل معانا ويكون شريك معانا في جولدن بيلرز ان هو يكسب من وراها اعلى عائد استثماري ممكن. فطبعا قبل ما ننزل اول خطوه عملناها ان احنا درسنا السوق كويس جدا. درسنا سوق العاصمه، شفنا في خلال السبع سنين او الثمان سنين اللي فاتوا ايه شكل المشاريع اللي نزلت في العاصمه الاداريه الجديده، تميزها، العيوب اللي فيها، المميزات، ايه المشاكل اللي واجهت الشركات، ايه شكل المشاريع اللي نزلت ووضعها ونسبة نجاحها. لقينا ان العاصمة في خلال تقريبا السبع سنين اللي فاتوا في عنصر مهم جدا في الاستثمار العقاري مش موجود هناك. ايه هو الاستثمار الطبي؟ عدد المشاريع اللي نزلت كمشاريع طبية في العاصمة الإدارية الجديدة في خلال السبع سنين اللي فاتوا تقريبا 3 4 مشاريع، 3 4 مشاريع طبي بالكامل اللي نزلوا في العاصمة في خلال سبع سنين. وفي المقابل في اكتر من 100 مشروع ميكسد يوز ومشاريع سكني كتير. الطبي عدد قليل جدا، والثلاثة أربعة دول المشاريع المتخصصة منهم حوالي مشروعين. متخصص هنا بمعنى ان هو طبي بالكامل، مستشفى فيه جراحات والكلام ده كله. فطبعا ده منتج مطلوب جدا. القطاع الطبي من اهم القطاعات الموجودة كاستثمار في مصر. فكون ان ده مش موجود في العاصمة او منزلش كتير، فلا ده منتج مطلوب ومنتج السوق محتاجه. فده كان اول خطوه لينا، ان احنا ننزل بمنتج نادر ومنتج مطلوب وليه احتياج شديد جدا في العاصمه الاداريه الجديده. وعشان نكمل التميز بتاعنا كان الخطوه الثانيه ان هو ما يكونش طبي وخلاص، ما يبقاش اي مبنى ونعمل مبنى طبي ويبقى فيه تجاري وطبي واداري، لا يبقى طبي متخصص. فخدنا مستشفى، ارض مستشفى، عشان يكون طبي متخصص في كل الخدمات، تبقى مستشفى وعيادات. فبالتالي انا ببيع منتج طبي كامل الخدمات، اي حد حابب ان هو يشتغل هيقدر ان هو يلاقي خدماته موجوده في المشروع عندنا. ثم عشان ننجح الموضوع اكتر ونضيف له تميز زياده عملنا ايه؟ رحنا لمكان لازم برضو يبقى مكان نادر ومكان متخصص للقطاع الطبي. رحنا المدينه الطبيه في العاصمه الاداريه الجديده. المدينه الطبيه هي مدينه حوالي 230 فدان في قلب العاصمه الاداريه الجديده. موقعها مميز جدا، سهل الوصول ليها من اكتر من محور. محور بن زايد الجنوبي، المحور المركزي، من جنب الار 6، جنب الار 7، في قلب الاحياء السكنيه يعتبر. فهي مدينه سهل جدا ان انت توصل لها، مدينه متخصصه للقطاع الطبي بس. هنا ما بتستهدفش بقى العاصمه الاداريه الجديده، يعني المدينه الطبيه هي هتبقى مدينه طبيه واحده في مصر كلها، فهي بتستهدف القطاع الطبي في مصر كله مش بس في العاصمه الاداريه الجديده. ومفيش غير مدينه طبيه واحده، فبالتالي عامل الندره حاجه هتفيدني جدا جدا في الاستثمار بتاعي. فهي المدينه بتخدم القطاع الطبي فقط، وبالتارجت مش بس ان انا اشتغل على العاصمه الاداريه الجديده، لا انا اشتغل على مصر كلها وعلى السياحه العلاجيه. واكبر دليل على ده وجود فندقين كبار في المدينه الطبيه. فاحنا هنا تارجتنا في المدينه الطبيه ان اي حد جوه مصر بيفكر في خدمه طبيه معينه، هو اول حاجه هتيجي في باله المدينه الطبيه. فهيروح هناك يلاقي كل التخصصات اللي هو محتاجها وباعلى كفاءه ممكنه. فانا رايح مكان نادر جدا مفيش غيره، متخصص للقطاع الطبي، فانا ضامن النجاح بنسبه اكتر من 70 80% قبل ما المشروع ما يبدا. ثم بدانا ان احنا بقى نطور الموضوع ان احنا يكون معانا استشاري هندسي كويس جدا، شركه ارك كابيتال اللي ليها خبره اكتر من 16 سنه في مجال الاستشارات الهندسيه والتصميمات الهندسيه. اشتغلت في مصر واشتغلت بره مصر وليها سابقه اعمال كويسه في القطاع الطبي نفسه، ونفذت وصممت مستشفيات قبل كده. فده هيساعدنا ان احنا ان شاء الله نطلع تصميم ممتاز جدا يوفي كل الاحتياجات سواء لدكتور او الاحتياجات الداخليه كخدمات في المستشفى. تاني حاجه عشان نطور الموضوع اكتر واكتر كان لازم يبقى موجود معانا استشاري انشائي كويس. عشان كده جبنا الدكتور تامر حنفي اللي هيبقى موجود معانا كاستشاري انشائي في المشروع، وهو اللي هيشرف على الانشاءات وهيشرف على التنفيذ ان شاء الله وعلى الشكل التصميم الانشائي للمشروع. ثم الموضوع عشان ينجح احنا ما فكرناش بس هنصممه ازاي وهنختاره فين،
لا احنا اخترنا موقع كويس جدا. بدأنا ان احنا نشتغل على البلانز عشان نطلع تصميم محترم للمشروع. بدأنا ان احنا نفكر هنشغل المشروع ازاي بعد ما نسلمه. احنا دورنا مع العميل او دورنا مع اي حد هيشتغل معانا مش بس ان احنا بعنا له المنتج ونفذناه وسلمناه، لا احنا كمان هنساعده ان احنا نشغل المشروع، ان المشروع يطلع بكفاءة عالية جدا، ان المشروع يفضل شغال ويفضل ناجح، لان ده السي في بتاعنا احنا كجولدن بيلرز. فاحنا يهمنا المشروع يطلع على احسن شكل، يهمنا العميل اللي بقى جزء من جولدن بيلرز يكسب في المشروع ويحقق استثمار ناجح. فبالتالي هتبقى المنظومة كملت او الفكرة عندنا هتبقى كملت. عملنا ايه؟ جبنا شركة H2O، دي شركة إدارة وتشغيل لمستشفيات، ليها خبرة أكتر من 16 سنة. اشتغلت برضو في مصر، اشتغلت في كينيا، اشتغلت في العراق، اشتغلت في قطر. ليها سابقة أعمال واسعة جدا في القطاع الطبي، ليها أماكن ومستشفيات شغالة موجودة هنا في مصر، ليها مستشفيات موجودة بره مصر. ودي هتكون معانا كمشغل طبي، هتساعدك لو انت دكتور وحابب تشتغل في عيادتك انك هتلاقي منظومة طبية متكاملة، من اول التجهيزات الطبية، الجزء الاداري، الجزء التمريضي، كل حاجة جاهزة تقدر انك تشتغل في بيئة كويسة جدا كدكتور. لو انت كمستثمر هتساعدك كويس جدا ان انت تضمن ان وحدتك هتشتغل من اول يوم تسليم، لان احنا هيبقى موجود معانا اسماء كبيره جدا في القطاع الطبي، اسماء هتقدر تساعدك ان انت خلاص انا شغال المشروع من قبل ما يتبني ومن قبل ما يتسلم هو شغال ومعروف مين الدكتورز اللي هيبقوا موجودين فيه. فدي حاجه تنجح اي مشروع طبي، الاسماء الكبيره والدكاتره المميزين اللي هيكون موجودين في المشروع. فطبعا يعني احنا عندنا في جولدن بيلرز بالشكل ده كده انا ضامن ان انا قدمت لك منتج عقاري مميز جدا فيه كل المواصفات اللي انت ممكن تكون محتاجها. منتج نادر مفيش منه كتير فمفيش منافسة، منتج متخصص هيكون فيه كل الاحتياجات اللي يحتاجها القطاع الطبي. منطقة مميزة جدا، المدينة الطبية مفيش غيرها في مصر كلها، منطقة متخصصة للقطاع الطبي فقط. فكل ده يضمن لك ان شاء الله المشروع ناجح من اول يوم، ويضمن لك ان وجودك في جولدن بيلرز هو استثمار من ذهب. وان شاء الله تكون شريك النجاح معانا وتكون من المستثمرين اللي هيكسبوا من جولدن بيلرز.